مين اللي أدخل مشروب الشاي في مصر؟ وهل الفراعنة كانوا بيتناولوا مشروب الشاي أم إن الشاي دخل في وقت قريب؟ أول من اخترع مشروب الشاي هم الصينيين، وده كان بسبب إن هم بيزرعوا مشروب الشاي كعلاج للمعدة، وكان بيغلوا ورق الشاي علشان داء المعدة. وبدأ الموضوع ينتشر لحد ما وصل لبريطانيا، وبريطانيا أول من اخترعت الشاي باللبن، وبدأت تنتشر في البلاد. أما أول من أدخل مشروب الشاي في مصر هو الزعيم أحمد عرابي. وأحمد عرابي لما اتنفى لجزيرة سيلان سنة 1882 راح يعيش في جزيرة سيلان وقعد فيها 20 سنة. وأهل سيلان كانوا بيحبوا أحمد عرابي جدا، لدرجة إن هم أسلموا على إيده واتعلموا منه التعليم الإسلامية. وإن جزيرة سيلان كانت مشهورة بزراعة الشاي. في يوم من الأيام كان أحمد العرابي كان حب إن هو يستريح هو وصديقه محمود سامي البارودي، وجه صاحب مزرعة ليبتون توماس جونستون ليبتون حب إن هو يعزمهم على كوباية شاي. فأحمد عرابي هو وصديقه ما عجبهوش الشاي في الأول، ولكن اتعود عليه بعد كده. وبعد ما اتعود عليه طلب أحمد عرابي من جونستون ليبتون إن هو يحضر ليه مجموعة كبيرة من الشاي عشان يبعته لأصدقائه وأهل مصر. ومن هنا بدأت الحكاية. أهل مصر حبوا جدا الشاي وطلبوا من أحمد عرابي إن يبعت ليهم مجموعة كبيرة جدا من الشاي عشان عجبهم وكان بيعدل مزاجهم. وأصبح مشروب الشاي سنة 1905 بقى المشروب الأول في مصر، وإن الشاي كان بينافس القهوة، وإن الناس اتجهوا لشرب الشاي لأن القهوة بقت غالية جدا على المصريين، فبقوا يشربوا الشاي لأنه سعره كان كويس جدا ليهم، وخصوصا الفلاحين كان بيحبوا يشربوا الشاي كتير عشان كان بيعدل مزاجهم ساعة ما كان بيشتغلوا، وساعة العصرية أكتر بيحبوا يشربوا الشاي. لكن جم الاحتلال البريطاني منعوا فترة من الشاي لأن شافوا إن الفلاحين بيشربوا شاي كتير، وده غلط على صحتهم لأن ده هيأثر على شغلهم في الأراضي الزراعية. ولكن رجع الشاي مرة أخرى وبدأت تنتشر في كل حتة في البيوت وفي المقاهي، بقى المشروب الأول في مصر.